الفكرة الأساسية هنا إنك تتعامل مع أولادك زي ما بتتعامل مع العملاء اللي معاك في الشغل، بمعنى إنك تديهم اهتمام واحترام زي ما بتعمل مع أي عميل علشان تحافظ عليه. ناس كتير ممكن تستغرب الفكرة دي لأنهم شايفين إن العميل دايما على حق، وده مش منطقي مع الأطفال. لكن المقصود هنا هو استخدام نفس المهارات اللي بتخليك ناجح في شغلك علشان تكون ناجح في تربيتك لأولادك. لو الشركات الكبيرة زي ديزني وماكدونالدز بتتعامل مع الأطفال كأنهم عملاء وبتنجح في جذب اهتمامهم وانتباههم، ليه الأهالي ما يعملوش نفس الحاجة؟ واحدة من أهم القواعد في التعامل مع الأطفال أو العملاء إنك تديهم اهتمام فوري حتى لو كنت مشغول، زي إنك تشير لهم بعينيك أو تهز راسك علشان يحسوا إنك شايفهم ومهتم بيهم وهم بيتكلموا. الأطفال عندهم نفس الاحتياج ده، عايزين دايما يحسوا إنك مهتم بيهم، ولو ما أخدوش الاهتمام هيبدأوا يصرخوا ويتصرفوا بطريقة مزعجة علشان يجذبوا انتباهك. الأهالي غالبا بيتصرفوا بطريقتين وغلط لما أولادهم يقطعوهم، يا إما يتجاهلوهم تماما وده بيخلي الطفل يعلي صوته ويزيد في إصراره، يا إما ينفذوا طلبهم فورا وده بيعلمهم الأنانية والزن. الحل الوسط هو إنك ما تتجاهلش ابنك، لكن في نفس الوقت تعلمه إزاي يستنى دوره وإزاي يصبر، زي ما بتعمل مع العميل الجديد اللي بيجي وانت مشغول مع عميل تاني. شكرا.